السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. النهارده بقى مفيش روتين، النهارده هنعمل فيديو كده. حابة اوريكم كده اسوان وجمالها. اسوان في الشتاء بصوا حاجة وهم 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 بجد. يعني اللي ما راحش اسوان دوت فاتوا كتير جدا. اسوان جميلة جدا وناسها الطيبين وناسها ناسها الكرام. يعني أنا في يوتيوبرات كتار راحوا أسوان وشكروا. مش شرط ان احنا نشكر في نفسنا، لا، ناس كتيرة بتشكر فيهم. يوتيوبر كتار كانوا هناك موجودين وشكروا فيهم. أسوان جميلة جميلة جدا بجد. يعني اللي عايز يجي أسوان يكلمني وانا هستناه تحت أمره. بجد حاجة وهم كده. بصوا هنا كورنيش، ده كورنيش دوت والصخرة دي في قلب البحر، جميلة جدا. والسفينة ديت هتيجي هي ماشية على فكرة، وانا حابة اصورها كده، عجبتني قوي. فاتفرجوا بقى، اسيبكم تتفرجوا الفيديو كده، تعيشوا الفيديو للاخر كده. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا لي زر الجرس وقفوا معايا بالله عليكم. نفسي القناة بقى تكبر كده وتتشاف. شد حيلكم معايا كده يا احلى اخوات في الدنيا. فبجد اسوان حاجة تحفة تحفة تحفة، حلوة قوي. بلد هادية جدا، وبصوا ناسها جمال وناسها طيبين جدا. انا اتمنى انك انتوا تتابعوا باذن الله قناتي. انا قناتي بنت النوبة، انا من بنت النوبة، من اهل النوبة. قناتي هتتكلم، بص هعمل معاكم كل حاجة. انتوا شايفين قناتي فيها روتينات، فيها ده فيها ده، بصوا فيها كل حاجة. بس بإذن الله يعني في أماكن كده بإذن الله يعني لما أخرج بقى بصور لكم. أنا معايا أطفال أصلا، ما بخرجش دايما، بخرج كل فين وفين، يعني مش بخرج على طول عشان معايا أطفال صغيرين. فانتوا عارفين طبعا الأطفال في الخروج بيعذبوا البني آدم، بيخلوا الواحد خلاص بيكره نفسه في الخروج بمعنى أصح يعني. فعايزاكم ان شاء الله كده تتابعوا فيديوهاتي وتتابعوني كده مع بعض ان شاء الله. ننزل فيديوهات تعجبكم واوريكم اسوان. كل ما انزل كده احاول ان انا اصور لكم كده اماكن، نغير شوية من الروتينات. انا بعمل روتينات بس نغير شوية، ده شوية وده شوية والدنيا تمشي. شايفين بقى السفينة الجميلة دي؟ انا متابعة معاها بقى، مصوراها عجباني بقى كده. قلت ايه هستناها بقى لحد ما تيجي وتركن كده عجبتني قوي. فعيشوا معايا بقى اللحظة. الوقت دوت كان في بعد المغرب. تمام كده. هنا بقى بصوا، هنا خزان اسوان. اللي ما راحش خزان اسوان برضو اديني بوريكم اهو. انا راكبه العربيه، كنت راجعه من عند حماتي وكده وصورت الطريق معايا. ده خزان اسوان. بصوا بس الكاميرا مهزوزه شويه، معلش بقى سامحوني. بصوا من فوق كده بوريكوا البيوت اللي تحت ديت. ده غرب سهيل. اللي ما سمعش عنها، غرب سهيل دي بلد جميله، بلد نوبيه جميله جميله جدا. حلوه قوي. ان شاء الله باذن الله باذن الله كده هنروح ونصور مع بعضنا. اوريكم كل حته فيها. يعني مره كده ومره كده، مره روتينات مره ده. هوريكم كل حاجة بإذن الله ان شاء الله كده. واصور لكم برضو افراح وعادات واهل النوبة واكلات النوبة. وبصوا كل حاجة في النوبة. النوبة جميلة جدا والله يا جماعة. في ناس كتير كتير جدا اعرفهم يعني ما يعرفوش يعني ايه النوبة. يعني تتخيلوا ان انا اعرف ناس كتيرة جدا ما تعرفش يعني ايه النوبة، يعني ايه اسوان. هتقولي انت لهجتك مش زيهم ومش عارفة ايه. لا، مش كل الناس بتتكلم زيهم، خلي بالكم. مش كل الناس مثلا بتتكلم في لهجتهم، ايوه غريبة، بس مش كل الناس بتتكلم اللهجة دي. انا تربيتي يعني انا متربية، كنت في القاهرة بس اصلي اسواني واصلي نوبي وعايشة هنا في النوبة. انا بفهم اللهجة بتاعتهم وبفهم انا بفهم اللهجة وبتكلم على فكرة نوبي وبفهمهم. وان شاء الله كده اللي حابب يتكلم نوبي يقولي واعلمه شوية كلام حلو حلو جدا. بس تعالوا اسوان كده، تعالوا قضوا الشتاء عندنا. بجد بجد هنرحب بيكم ونشيلكوا على راسنا من فوق.
بصوا ده متحف النيل، جميل جميل جدا والله. متحف النيل ده روعة. بصوا بحاول اصور لكم فيه كده عشان خاطر ايه تشوفوا جمال اسوان والبيوت الملونة والحاجات الجميلة اللي انتوا بتحبوها دي. انا شفت يعني ناس كتيرة بتعلق على كومنتات في اسوان عجباهم جدا جدا جدا. فاتمنى ان تشوفوا الطبيعة، يعني ما يغركمش برضو الصور والجو ده. اتمنىكم تشوفوا الطبيعة كده. الطبيعة رهيبة بجد، يعني احنا عايشين فيها كده مستمتعين يعني بكل حاجة فيها. فان شاء الله كده يا ريت تنوروني وتشرفوني، وباذن الله اللي حابب يجي يكلمني وانا تحت امره في اي وقت. يلا بقى كده خلاص، انا الفيديو معايا كده قصير. أنا مش عايزه اطول عليكم، وحشتوني قوي قوي قوي. وما تنسوش بقى تدعموا قناتي بالله عليكم، وحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.